السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أول فيديو هنعمله مع بعض لسلسلة حلقات عن حرب أكتوبر المجيدة، اسمعني كويس قوي وكمل الفيديو للآخر، لأن اللي هحكي لك عليه دلوقتي ده مش فيلم أكشن ولا مسلسل ولا بطولات زائفة. اللي أقوله لك ده صديقي قصة نصر كاملة اتعملت على مستوى دولة بالكامل واتبنت بالعقل وبالصبر كمان عشان نعمل المستحيل ونرجع كرامتنا. بعد 67 محدش في الدنيا كان متوقع إن مصر تقوم تاني ولا تقوم بسرعة كمان، وقالوها كتير ان مصر لن تقوم قبل 50 عام، بس اللي حصل ان المصري ما بيستسلمش. عقلية غير مسبوقة، دولة كاملة قررت تخدع عدوها وتفاجئ العالم وترجع ارضها وتنتصر كمان. فيلا بينا نغوص جوه القصة ونحكيها بتفاصيلها. بعد الهزيمة الشعب اتكسر والجيش كمان والأرض اتسلبت مننا، بس الفرق هنا إن المصري ما بيستسلمش، وزي ما قلنا ما يعرفش يعني إيه كلمة استسلام. عبد الناصر ومعاه الرجالة قرروا وقالوا مش هنسيبها كده، بدأوا خطة بعيدة المدى، تسليح وتدريب وتصنيع، والأهم كانت حرب الاستنزاف والخداع الاستراتيجي. طب الاستنزاف ده كان ايه؟ ده ما كانش بس ضرب نار، لا ده كان علاج للروح، نرجع تاني الثقة للجيش ونخلي العدو دايما قاعد في ارضنا على اعصابه. طب هيجي واحد يقول لي يعني ايه طب خداع استراتيجي اللي انت قلتها بعد حرب الاستنزاف دي؟ ببساطة كده يا صديقي، خداع استراتيجي يعني انك تخلي عدوك يشوف الصورة اللي انت عايزه يشوفها، مش اللي هي على الحقيقة ولا اللي على ارض الواقع. تخليه يضيع وقته دايما وفلوسه وعقله في الاتجاه الغلط، وفي اللحظة اللي هو مش مركز فيها بتبتدي الضرب وبتبتدي الهجوم عليه. والخداع هنا ما كانش هزار، لا ده كان ناتج عن علم، وكان عمليات مخابراتية ونفسية ولوجستيات، واحنا لعبنا اللعبة كلها بحذافيرها بحرفنة وعبقرة كمان. طب السؤال هنا، ليه الاستنزاف والخداع كانوا مهمين؟ عشان يا سيدي بتجهز نفسك للحظة الكبيرة، للحرب الكبرى اللي انت داخل عليها، فلازم يبقى جيشك جاهز بروح قتالية عالية، والعدو كمان يبقى مش فاهم راسه من رجليه ومش عارف امتى وازاي وليه، والعالم يشوفك ضعيف وانت في الحقيقة بتجهز اقوى ضربة جاية في الطريق. طب بالنسبة للتسليح وسلاحنا اللي اتدمر كله في 67 هنعمل ايه وعملنا ايه؟ بص يا سيدي، اشتغلنا ساعتها مع السوفييت وعملنا صفقات ضخمة وبدبابات بطيارات بدفاع جوي، وكمان كان عندنا مصانع الحربية رجعنا نشغلها من تاني، والورش ساعتها اتملت عرق، والشعب كله شارك في التصنيع وفي الدعم وفي التموين كمان. يعني حتى السيدات كانت بتبيع ذهبها، وكان واضح ان البلد كلها داخلة معركة بس تحت ستار هادي عشان العدو ما ياخدش باله. طب وبقيت خطة الخداع عملنا فيها ايه؟ يعني مثلا موضوع الاكل والشرب والمؤون اللي احنا المفروض نعمل حسابنا عليه عشان احنا داخلين على حرب. بص يا سيدي، اهم حاجه عندنا كمصريين كانت العيش اللي هو القمح، فطلعنا ساعتها اشاعه ان المطر بوظ المحصول بتاع القمح، والناس طبعا والعدو ساعتها كله صدق، لكن الحقيقه مصر خزنت الاحتياطي وخزنت تخزين ضخم كبير جدا للجيش والشعب، واستوردنا كمان كميات كبيره من بره، واسرائيل افتكرتنا جعانين واحنا اصلا كنا بنجهز المؤون للحرب. طب عملنا ايه تاني يا عم مجدي؟ بص يا سيدي، طبعا كان لازم نعمل مستشفيات ميدانيه للجرح، بس لو عملنا كده العدو هياخد باله. فعملنا ايه بقى؟ عملنا مسرحيه ان المستشفيات فيها تلوث او فيروس، وخصوصا في مستشفى الدمرداش اللي طلع منها الخبر، وخلينا الصحف تتكلم كلها عنها، فالناس صدقت وفضت ساعتها المستشفيات، والنتيجة المستشفيات فاضية ومستعدة للجرحى بتاعت يوم الحرب، والعدو طبعا ساعتها كان قاعد فاكر ان مصر عندها أوبئة وأمراض. طب هنا واحد هيقول لي أكيد في الحرب النور هيقطع، هنبقى محتاجين كشافات او حاجه ننور بيها، عملنا فيها ايه دي بقى يا مجدي؟ هقول لك بص يا سيدي، استوردنا ساعتها كشافات ضخمه للجيش. هتقول لي طب واسرائيل ما خدتش بالها يعني من اللي انت بتستورده ده؟ لا خالص، لان احنا دخلناها على انها متهربه في قطع غيار، وطبعا حرس الحدود قبض على المستورد اللي هو كده وكده يعني، وتحفظت عليها من غير ما يشكوا. طب هنا هيجي واحد تاني يقول لي طب ودينا ازاي الدبابات والمعدات العسكريه من غير ما ياخدوا بالهم على الجبهه، من غير ما حد يحس ولا حاجه؟ كنا بنقول ان الدبابات دي عايزه تتصلح ولازم تروح ورش الصيانه، الدبابه دي تخش الورشه ما تخرجش.
بس سهله اهي. لكن يوم بقى 6 اكتوبر كلها بقت مفروشه على الجبهه يا صديقي، من غير ما حد يحس بينا ولا حد يضرب. طب وعملنا ايه تاني في الخطه بنت الجنيه دي؟ ابتدت تعجبك ها؟ تعالى يا عم اقول لك. خلينا ضباط طالعين عمره، وخلينا وزراء زي وزير الطيران وغيره يروحوا مؤتمرات، وبعتنا رسالة للعالم ان مصر في اليوم الطبيعي بتاعها. لكن في الحقيقة مصر كانت في اعلى حالة استعداد يعني، والقطع البحرية كمان اتحركت على انها في رحلات رسمية. لكن الحقيقة كانت الرحلات دي بتتجهز لمواقع استراتيجية انت بتحط فيها القطع بتاعتك عشان يوم الحرب. وطبعا ده غير الشفرة النوبية اللي احنا استخدمناها، لغة مش معروفة للعدو، فبقت قناة سرية آمنة للاتصالات عشان العدو ما يعرفش احنا بنقول ايه وبنخطط لايه. طب هنا بقى هيجي سؤال تاني شايفه في عينيك على فكرة، ها ما تلفش وتدور. خط بارليف احنا عرفنا ان كان في مضخات استخدمناها في تدميره، جبناها ازاي من غير ما اسرائيل تحس يا عم مجدي؟ وهنا هقول لك ان مضخات الستر الترابي كانت اذكى فكره هندسيه اتعملت خلال حرب اكتوبر، بس اشترينا ساعتها مضخات زراعيه على اساس ان احنا محتاجينها في الزراعه وكده يعني، واستخدمناها لفتح الستر الترابي. والعالم كله ساعتها وقف مذهول من الفكره، لانه كان بيقول لك 50 سنه عشان بس تفكر تعدي الستر ده. طب هيجي لي واحد ويقول لي والنبي اخر سؤال معلش، ليه اخترنا 6 اكتوبر والساعه 2 الظهر بالذات؟ هقول لك سؤال حلو جدا واجابته هلخصها لك في 5 نقط بس يا سيدي. اولا لان ده كان موافق يوم الغفران عند اليهود، وكان يوم سبت وبيبقى اغلب جيشهم نايم والاعلام متوقف. وتاني حاجه كان موافق 10 رمضان، فالعدو فاكرنا صايمين وتعبانين واكيد مش هنخش حرب واحنا تعبانين. وتالت حاجه ان الطقس والرياح كانت هاديه وكل الظروف في صالحنا، واتعمل دراسات على فكره لده. والمد والجزر طبعا كانت القناه في حاله جزر، وده حاله مثاليه للعبور على الجسر العائم بدون مشاكل من الميه. والشمس ساعتها كانت في ظهرنا وفي عين العدو اللي هو الساعه 2 الظهر. عرفت بقى ليه الميعاد والتاريخ ده؟ واللي فعلا بيأكد لنا ان الخطه ما سابتش تفصيله يا صديقي العدو ياخد باله منها غير في يوم العبور، لما يجي مره واحده كده ويلاقي ان المدفعيه بتضرب والطيران بيغطي والقوارب بتعبر والمستشفيات كمان جاهزه والدبابات بتخرج من الورش والستر الترابي بيتفتح بالمضخات. يعني هو مش فاهم ايه اللي حصل وازاي وليه. هنا يجي بقى سؤال، مين اشتغل بقى في الكواليس؟ اللي اشتغل في الكواليس يا صاحبي المخابرات العامة الحربية، وطبعا كان لينا جواسيس بتمهد الطريق، والقوات الخاصة والمديرية الهندسية والمصانع والشعب كله. النصر ده مش مجهود جهة واحدة، لا ده مجهود وطن كامل قال لازم نحرر أرضنا. ليه بقى الخداع كان عبقري؟ لأن يا صديقي العدو كان عايش في وهم كبير جدا، كان شايف حاجة والواقع كان حاجة تانية خالص. احنا لعبنا على أعصابه وفي اللحظة الصح ضربناه، وزي ما قلنا كان ده هدف الخطه الخداع الاستراتيجي. والنهارده وانت قاعد في بيتك امن، عيالك بيلعبوا قدامك، افتكر ان ده كان ثمنه غالي جدا. في ناس ضحت بحياتها، وامهات فقدوا اولادهم، شباب راحوا وما رجعوش يا صديقي عشان انت تعيش اللحظه اللي انت عايشها دي. مصر مش بس ارض، مصر دم وتضحيه وحب، واحنا لازم نحافظ على البلد اللي اتبنت بالدم ده. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا جيش مصر، تحيا أبطال أكتوبر. ولو عجبك الفيديو واستفدت منه بأي معلومة، أتمنى منك إن أنت تعمل شير عشان غيرك يستفاد. واحكوا طبعا لأولادكم إن إحنا الخير والأمن اللي إحنا عايشين فيه ده كله بسبب أبطال ضحت عشان إحنا نعيش بكرامة ومجد. وانتظرونا طبعا في الحلقة القادمة وبطولة جديدة. هناك مبدأ أساسي أؤمن به، إنما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. لا معركة داخلين معركة حتمية. كل فترة هنعارب مفيش أمر. يوم 3 أكتوبر في مناورة بتقوم بها القوات المصرية، قدم تقرير مساعد مدير المخابرات وقال إن ده لا يهدد إسرائيل. داخلين معركة حتمية. لا يمكن ابدا ان حد هيديكم الارض الا بعد ما ده ثمن الحرب الحقيقي